ناس كتير قوي بما فيهم اهلي وزمالك مقتنعين ان اللاعب احمد زيزو لاعب نادي الزمالك افضل من اللاعب حسين الشحات. طب تمام، نتكلم بقى كوره ونتكلم حاجات احنا فاهمينها. تعالى يا عم الحاج، لو هنقارن بين احسن لاعب في العالم هياخدها ازاي؟ بيقول لك اول حاجه خد كاس عالم، خد دوري ابطال اوروبا، خد دوري بتاعه وليكن مثلا دوري اسباني، دوري الماني، دوري انجليزي، وبعدين بيقارنوا ازاي يدخل في منافسه افضل لعيب في العالم. طيب لو هنقول افضل هاف في الدوري المصري، حسين الشحات ولا زيزو؟ طبعا الناس كلها هتقول لك ازاي يا عم انت بتقارنهم ازاي؟ لا زيزو طبعا. طيب الراجل حسين الشحات واخد دوري ابطال، 50% سبب لحسين الشحات ان الاهلي ياخد دوري ابطال لما نزل في مباراه الهلال ونزل في كذا مباراه كان بيعمل الفارق. الراجل حسين الشحات اهدافه مؤثره مع نادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. كده بقى الراجل بنسبه 50% مشارك مع النادي الاهلي ومحقق بطوله دوري ابطال افريقيا، حطها على جنب. نيجي بقى للدوري المصري، الراجل معاه دوري مصري، يا سلام. يعني مش هنتكلم بقى بعد كده يا جماعه، يعني مش هنتكلم بعد كده. الراجل معاه دوري ابطال افريقيا، والراجل معاه الدوري المصري. يعني انت في المنافسه يا حسين يا شحات لعيب قوي ولاعيب مؤثر. نحطك على جنب بقى ونكلم زيزو. المعلم زيزو لعيب هداف سريع مهاري، لكن غير مؤثر في فرقته. في الماتشات اللي هي الكبيره بياخد بعضه ويهرب من الباك ويرجع ورا. طيب لو هنتكلم عن الذكاء بين حسين الشحات والذكاء بين احمد زيزو، لا حسين الشحات معلم. حسين الشحات عارف امتى يجري وياخد في ظهر الباك وفي ظهر المساك ويلعب فروت تاني، وامتى يستنى ويدافع. احمد زيزو كده؟ احمد زيزو مش كده. احمد زيزو في عز ما الفرقه بتبقى محتاجاه قدام ومركز ويلعب هاف، بتيجي تبص تلاقيه ديفندر، تلاقيه مدافع. فيا جماعه عقليه حسين الشحات على قد مستواه اعلى من عقليه احمد زيزو. مش كل حاجه المهاره والقوه والسرعه، العقليه بتفرق قوي، والتفكير وامتى اللي انا اهاجم والعب فروت تاني بالنسبه للهاف، وامتى اللي انا ادافع وانزل بقى استلم من عند الديفندر وانزل استلم من النص وانزل استلم من المساك والكلام ده. فالمقارنه لازم تكون منصفه للشحات، عكس ما الناس متوقعه. يا جماعه الراجل معاه دوري ابطال افريقيا والراجل معاه دوري مصري. نتكلم في مباراه الاهلي والزمالك، لو هنقارن احمد زيزو وحسين الشحات في مباراه الاهلي والزمالك، راجل جاب هدفين، راجل عارف امتى بيروح ويهدد الخصم، راجل عارف امتى بيلعب في الشق الهجومي ويكمل فروت تاني. احمد زيزو كده؟ لا. احمد زيزو في عز ما الفرقه بتبقى محتاجاه قدام ويركز ويبقى معاه الخط اهو والجبهه بتاعته، بتيجي تبص تلاقي احمد زيزو بيرجع ورا يضغط فرقته ياخد الكوره وبيضيع مجهوده، بيضيع مجهوده. فيا جماعه لازم ولا بد نقارن حسين الشحات باي حد في مصر، علشان اما حد يجي يقول مقارنه حسين الشحات ولا احمد زيزو تقول لك ستوب، شوف حسين الشحات معاه ايه، شوف الاهداف بتاعته مؤثره في ايه. مش جايب بقى في المقاولين، في فيوتشر، في غزل المحله، لا الراجل جايب في الهلال السوداني، الراجل جايب في فرق في دوري ابطال افريقيا، فرق مؤثره جدا. انما ده لازم ياخد حقه. من وجهه نظري في الموسم اللي عمله حسين الشحات الموسم ده افضل من زيزو. سلام عليكم.